بتجهز لفرحها وراحت دفعت 100,000 جنيه في مركز تجميل عشان تبان في أحسن صورة يوم فرحها، تبقى بين الحياة والموت. تعال أقولك إيه اللي حصل لإسراء، عروسة عندها 26 سنة من حلوان بتجهز لفرحها اللي هو يوم 3/9 اللي جاي. راحت مركز تجميل مشهور جدا في المهندسين ودفعت 100,000 جنيه عشان هتعمل إجراء تجميلي عبارة عن مجموعة حقن للتخسيس وللنحت والكلام ده كله. أول ما دخلت المركز وبدأت تاخد حقنة البنج دخلت في حالة غيبوبة تامة وحالة موت إكلينيكيا. المركز طبعا ما كانش عامل حسابه على حالة زي كده، نقلوها لمستشفى مجاورة. أهلها أول ما بدأوا يتخذوا الإجراءات القانونية ضد المركز لقوا إن المركز دوت مش مرخص، وإن كمان الدكتور اللي كان هيعمل لها العملية لا هو دكتور ولا هو أصلا خريج كلية طب. الغريب في الموضوع ان اهلها وهم بيحكوا القصة ديت قالوا ان فرع المهندسين الناس اللي فيه كلهم هربوا من الفرع، ولكن المركز بتاع التجميل ده ليه فرع تاني في مدينة نصر وما زال شغال لغاية دلوقتي. طبعا الحقن اللي كانوا هيدوها لإسراء واللي أصلا ادوها لها بالفعل هي حقن مغشوشة ملهاش أي علاقة بالتجميل. إسراء قلبها وقف لمدة 5 دقايق وبالتالي ده أثر على المخ بشكل كبير جدا. موقف مرعب بالنسبة لإسراء، ربنا يا رب يعافيها ويشفيها، هي حاليا ما بين الحياة والموت. إن شاء الله بإذن الله تقوم بالسلامة وترجع لأهلها بألف خير. انتوا بقى قولوا لي في كومنتات المجرمين دول، لأن دول مش دكاترة، إيه أنسب عقاب ليهم؟